أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة هتكلم معاكم مع إزاي نتعامل مع الماضي لو كان مش إيجابي وما نخليهوش يأيدنا. فإيه مثلا أمثلة الماضي أيدنا؟ لو كان عندنا يمكن أهل صارمين زيادة عن اللزوم، بالنسبة لهم في حاجات كتير، لا ما تقدرش تعمل كده، لا ما تقدريش تعملي كده، فده بيخلينا ممكن أوي يكون مؤثر علينا إنه كاشين، حاسين إن إحنا ما نقدرش نعمل عشان ما كانش مفروض نعمل. لكن بتغيير في الأجيال، تغيير الفكر، في حاجات بتبقى موجودة متاحة ممكن الواحد يجرب فيها. فطبعا احنا دايما لازم برضو نشوف كان ايه مصدر التصرف بتاع الاهل، ليه هم كانوا متشددين. ممكن يكون كان في خوف، كان ما فيش امان وقتها، بيبقى لهم اسبابهم وظروفهم. فاحنا دلوقتي عارفين انه الظروف اتغيرت، الحياة اتغيرت، نقعد نشجع في نفسنا ونقول لا احنا دلوقتي احنا مسؤولين عن نفسنا، هنجرب. مثال، وانا صغيرة كان دايما حلمي اكون راقصة باليه محترفة. اهلي وقتها كانوا دايما مش عايزين يشجعوا الحكاية دي، كانوا بيقولوا احتراف في اي حاجة، رياضة او انشطة تانية، ما فيش احتراف عشان بيقضي على الحياة الاسرية. كنت بس بروح اخد حصص مرتين في الاسبوع لغاية ما ابتدت المدرسة المحترفة في مصر الروسية، والمدرسة بتاعتي قالت لهم خدوا سامية المدرسة دي، بس دي كان معناها احتراف، اروح كل يوم وابقى راقصة. ما رجوش، لا بلاش، لغاية ما كبرت. بما انه ده كان حلمي، بعد ما اتجوزت وبعد ما خلفت كنت مصممة برضو هدخل في المجال ده ولازم اعمل يعني امشي في الاحتراف. خلاص جوزي كان متفهم الحكاية دي، وجربت تاني ارجع امريكا اتعلم تاني هناك. بما انه كنا احنا كأسرة رجعنا مصر، كان الاول جوزي بيشتغل مع هيئة الامم المتحدة فكنا بنسافر، بس رجعنا مصر وقلت انا هعمل فرقة عشان اقدر ارقص فيها في المسارح ونبقى احترافيين. وفعلا كونت فرقة رقص عشان اصرف عليها، عملت الحصص اللي هي مدارس بقى اطفال تانيين، وابتدى الايروبكس، كان هو ده مصدر دخل صرفي على الفرقة. اهلي كانوا مش بيشجعوا، لكن الظروف اتغيرت. انا الحمد لله اتجوزت حد برضو متفهم الحكاية دي، اتشجعت واخدت الفرصة وجربت. لو كنت فشلت ما كانش هيهمني، كنت هجرب تاني. دي حاجة من الحاجات اللي بنقول مش هنخلي الماضي يأيدنا. كمان لو كان مثلا الماضي في حد كان قاسي معانا، هو دايما اللي بيأثر فينا لو كان يا إما أهلنا هم اللي بياخدوا بيربونا، يا إما حد من العيلة بيربينا. لو كان في طريقة تعامل بتأيدنا، بتخلينا نشك في نفسنا، بتخلينا نبقى مش منطلقين، خلاص احنا عارفين هو ده، من غير ما نتضايق منهم أو نقرر إن احنا مش حابين الأشخاص اللي ربتنا بالطريقة دي، لا بنغير الفكر بتاعنا، بنقول هم معذورين، هم كان لهم ظروفهم، واحنا هنتعامل مع اللي جاي من حياتنا بطريقتنا، بفكر متفتح، ويبقى عندنا شوية شجاعة وما نقلقش من الفشل.